تعملوا مشروع تجديد اساس للناس وتجيبوا فلوس، او عايزين تجددوا اساس في بيتكم بنفسكم علشان مصاريف تجديد الاساس دلوقتي غليت قوي، تتعلموا في سلسله الفيديوهات دي ازاي تجددوا الاساس باستخدام التشوك بينت، البلاستيك الابيض، اللاكيه المائي، وتجددوا اساس خشبي او معدني. اشتغلوا بورق الذهب. اكتر من 8 فيديوهات اتاكدوا ان انتوا تشوفوهم كلهم قبل ما تبتدوا المشروع بتاعكم وقبل ما تجددوا الاساس في بيتكم. اسمي يسرا ممدوح، صيدلانيه شغاله في الديكوباج وتجديد الاثاث من 2018، ومؤسسه براند دكان ديكور، وقناتي ديكوباج ببلاش يسرا ممدوح. لو عجبتكم الفيديوهات ما تنسوش لايك وسبسكرايب وشير. يلا نبدا الفيديوهات. السلام عليكم يا هلا. هنبتدي بقى الشغل العملي دلوقتي بعد ما تعرفنا على الخامات ونجيبها منين وبكام والادوات. دلوقتي هنبتدي في الجزء العملي. اول حاجه لازم نصنفر القطعه كويس جدا جدا علشان الدهان بعد كده لما نحطه عليه يثبت فيه كويس وما يقعش من عليه. كان في اول قطعه عملتها خالص كانت ترابيزه ايكيا بتاعت اختي. كسلت بصراحه اصنفرها كويس، وقلت خلاص انا هدهن فوقيها على طول وهتبقى حلوه تمام. فلا لما راحت لها كانت لما تيجي تتخبط بالدهان بيتقشر من على حتت منها. فهي الصنفرة يعني ستيب صعبة وبتاخد وقت طويل، لكن لما نعملها صح وكويس بعد كده ما نضمن ان القطعة عندي ان شاء الله هتعيش بقى العمر كله وهتستحمل. فانا معايا فاره يدوي كده، دي برضو ممكن تتجمع عند الموان. بتبتدي تحطي فيها الصنفرة اللي هي رقمها 100 تكون خشنة. وعامة اي سطح املس هتحتاج تخشنيه، يعني ازاز، نحاس. الخشب لا، اللي هو الخشب اللي هو البكري، يعني اللي هو مش مدهون. لكن ده عشان مدهون وعليه كمان طبقة ورنيش، لازم يتصنفر كويس قوي قبل ما نحط عليه اي دهان. المفروض في صنفرة كمان بتبقى كهرباء، هحط لكم برضو اللينك بتاعها. في طبعا انواع كتير، الوات كل ما بيعلى كل ما بتكون اقوى. بتبقى في حدود 500 جنيه تقريبا. في بتبقى دائرية وفي مربعة. انا مش بتكلم على الصنفرة اللي في ايدي، انا بتكلم على الصنفرة بتكون كبيرة شوية، بحيث انها بدل الفارة اليدوي اللي كانت في ايدي، حاجة تكون اسهل واسرع وتنجزك شوية في الوقت وما تاخدش مجهود قوي. اما بالنسبة للي في ايدي دي فانا هي عندي اصلا مش اساسية خالص. هي كانت عندي فقلت استخدمها في الحتة الكيرف دي، لان القطعة دي كان فيها اماكن كيرفت كتير مش عارفة اوصل لها بالفارة اليدوي. وكان لازم اعملها بايدي، وطبعا الصنفرة لما بتحتك بالقطعة بتطلع سخونية. فحاولت يعني احافظ على ايدي على قد ما اقدر، وعملت بالصنفرة الميني كرافت دي. برضو هحط لكم اللينك بتاعها كنت جايباها منين. هي عامة الحاجات دي بتتباع على السوق او مكان مول. سوق طبعا اللي هو بقى امازون ومكان مول. بس هو بيجولك بقى في البيت عادي. هنا بقى خلاص. يعني الستep بتاعت الصنفرة دي هي اول ستيب، بتبقى بتاخد وقت طويل قوي. فطول الفترة الجاية دي انا هكون بعمل صنفرة للقطعة للادراج. لو فيها مقابض او اي حلي بنشيله الاول نفكه، وبعد كده نصنفر الدرج كويس. والحلي بقى اللي فيه او المقابض لو انا هجددها برضو علشان هي معدن فبرضو بتكون سطحها ناعم، فقبل ما ارشها سبراي او ادهنها لازم اصنفرها برضو هي كويس.
بصنفرة 150. وبعد كده اشيل بقى اي حاجة فوق الرايش يعني اللي طلع دون، نضفه كويس بوايبس وبعد كده رشها. بالنسبة بقى للأدراج بصنفرها برضو بنفس الصنفرة 150. ولو عجبكم الفيديو متنسوش دعوة حلوة ولايك وسبسكرايب. مع السلامة.